عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم وعواشر مباركة بإذن الله. اليوم إن شاء الله غنوجدوا فقيقسات ما بين البلدي والعصري، كيجيو زوينين وساهلين في التحضير. على بركة الله ندوزو للمقادير. فكنبدا بالاولين، كناخذ واحد نص كيلو ديال الدقيق ابيض، واحد الحبه ديال البيض، 100 غرام ديال الزبده، واحد 5 المعالق ديال السنيده وشويه الفاني اللي السنيده 65 غرام فانا عبرتها 5 المعالق، وواحد شويه ديال الكاكاو تقريبا واحد المعلقه كبيره. كناخذ اناء وكندير فيه الزبده كيف ما شفتوا والسنيده والفاني وكنخدمهم مزيان. ممكن نعوضوا السنيده بالسكر كلاصي، على حساب لا السنيده ولا السكر كلاصي بجوجهم كيجيو مزيانين. مهم من بعد ما كنخدموا ديك الزبده مزيان والسنيده حتى كتولي عندنا بحال البوماد، كنضيفوا ليها هذيك البيضه وكنخدموا العجينه ديالنا مزيان، وكنبداو نضيفوا في الدقيق بالتدريج حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا. فكنخليوها شويه رطبه حتى كنقصوا الكميه البيضاء، والكميه الاخرى كنضيفوا فيها ديك المعالقه الكبيره ديال الكاكاو. فكنستمر هكا حتى كنجمع العجينه ديالي. ومن الاحسن هاد الفقيقسات نخدموهم بالزبده تكون نوعيه جيده. من بعد ما كنجمع العجينه ديالي كناخذ واحد الميزان وكنقسمها على جوج وكنعبرهم يكونوا عندي الكرات مقادين. ما كانش ميزان ممكن نخدمو غير بيدينا عيننا ميزاننا. فكناخذ الاولى لان العجينه عندي باقا شويه رطبه. من بعد ما قسمتها على جوج كنعاود نضيف ليها واحد شويه ديال الدقيق حتى كنحس بها تجمعات شويه، يعني كنحس بها ولات واقفه تقريبا. ضفت واحد المعالقه كبيره ديال الدقيق، والثانيه كنضيف ايضا واحد المعالقه كبيره ديال بودره الكاكاو وكنحاول كندخلها في ديك العجينه ديالي. فانا هنا خدمت معكم غير نص الكميه، الا بغيتوا قياس كثر ممكن تضاعفوا الكميه. فكنحاول نخدم العجينه ديالي مزيان حتى كندخل فيها هذاك الكاكاو بهذه الطريقه هذه، وكنوضعهم على جنب وكنبدا كنشكل فيهم بالوحده بالوحده. كيف ما كتشوفوا انا دخلت فيه هذاك الكاكاو مزيان بهذه الطريقه كيف ما شفتوا. وهنا خديت واحد بيض البيض وشويه ديال السنيده اللي كتكون شويه حرشه. خديت واحد البلاك ودرت فيها واحد البلاستيكه، وكناخذ العجينه ديالي وكنقسمها بهذا الشكل، وكنحاول انني نحربلها بهذه الطريقه هذه، نروليها شويه مزيان هكا حتى كتولي القياس اللي بغيت انايا، حتى كنكمل هذيك العجينه اللي عندي كامله. فانا هنا كنت كيصحاب لي غنحتاج البيض البيض باش غنخدم به السنيده. ساعه ما احتاجيتوش لصقت ليا السنيده نيشان، فممكن الا درتو اللوز كومكاسي او لا كاوكاو رقائق ولا حتى هو مهرمش ممكن دهنو ببيض البيض وتروليوه في هذاك اللوز. فهنا بالسنيده ما غتحتاجوش البيض البيض نهائيا. فكيف ما كتشوفوا كنخدم الفقيقسات ديالي بهذه الطريقه هذه، كنروليهم في السنيده. من الاحسن تكون شويه غليظه السنيده ديالنا باش هكا تجي باينه لينا في الفقيقسات. نروليهم مزيان وكنحطهم في هذيك البلاك. كندير نفس الطريقه مع العجينه الثانيه اللي بالكاكاو. دابا غتبان لكم السنيده مزيان وغيبان لكم انها ما غنحتاجوا ليها لا بيض لا والو باش اننا ندهنوا هذوك الفقيقسات ديالنا. غير هكا نحربلوهم بهذه الطريقه هذه. القياس اللي يكون متساوي على حساب الحجم اللي بغيتو نتوما، بغيتوهم كبار صغيورين موين، المهم كيبقى الاختيار ليكم. صافي كنعاود نحط السنيده ديالي وكنعاود نرولي فيها الفقيقسات. فكيف ما كتشوفوا راها كتجي باينه وكتجي قابطه مزيان في الفقيقسات ديالنا. من بعد كندخلهم الثلاجه حتى كيجمدوا مزيان، عاد كنقطعهم. كندوزو للقريشلات الثانيين اللي هما بلديين. احتاجيت فيهم كميه ديال الزبده، خماره وشويه الزنجلان والنافع وحبه حلاوه، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، والسنيده الكاس راه ما عامرش، حبه ديال البيض والدقيق حسب الخليط. كناخذ السوائل هما الاولين وكنخلطهم مزيان، وهذيك الزبده اللي كتكون درجه المطبخ. وبالنسبه للنافع وحبه حلاوه انا عندي هنايا مطحونين خدمت بيهم، الا بغيتو تخدموا بهم هكاك صاينين حتى هما كيجيو زوينين. كنخلط الخليط ديالي مزيان وديك الطريفات ديال الزبده. ومن بعد راه كنبدا كنضيف في الدقيق بالتدريج حتى كنجمع العجينه ديالي، وكنضيف ايضا هذيك الخماره اللي عندي. كنستمر هكا حتى كنجمع العجينه ديالي. العجينه ديالهم ساهله ما فيها لا لا عذاب لا والو، يعني كيجيو ساهلين
وكيجيو سوينين ودغا تيوجدوا. واخا تيبانوا لكم انهم راه كتكون فيهم الخدمه ملي غنحربلوهم ونبداو نقطعوا فيهم، ولكن راه في ساعه تيوجدوا لينا، ما تخافوش منهم، وكيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذ، واحد المذاق فيهم كيجي خطير. هكا حتى كنجمعوا كيف ما شفتوا العجينه ديالنا، القوام ديالها كيفاش داير، انها ما بقات لا كتلصق لا والو، ما كتكون لا قاصحه لا مضخوفه، كتكون بيناتهم بهذا الشكل هذا. كنحاولوا نجمعوها مزيان صافي، ومن بعد كنبدا كنقطع فيها هكا قطع صغيره، وكنبدا كنحربل فيها، كنحربلها رقيقه لحقاش دايرين فيها الخميره على حساب القياس اللي بغينا، لا بغيناهم شويه رقاق او لا شويه غلاط، فكنحاول نحربل العجينه ديالي مزيان وكنبدا نقطع بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. ومن بعد راه كناخذ واحد اللاطه اللي كنكون دهنتها بالزيت ورشيتها بالدقيق، او لا فرشت فيها بابي كويسون، ومن بعد راه كنبدا كنحط فيها هذوك القريشلات ديالي او لا الكعيكعات على حساب كل منطقه وكيفاش كيقولوا ليهم. فكيف ما كتشوفوا كنحطهم بالطريقه، يا اما نستفهم يا اما نحطهم هكاك عشوائيين. المهم كنستمر حتى كنكمل القريشلات اللي عندي كاملين، وحتى كنعمر اللاطه ديالي. ومن بعد راه كندخلها الفران اللي كتكون العافيه ديالو متوسطه عفوا، باش يطيبوا على خاطرهم حتى كيطيبوا لينا من التحت، وكنعاودوا نشعلوا عليهم من الفوق. فكيف ما كتشوفوا حنا عملنا اللاطه ديالنا. نحاولوا من الاحسن ما نزاحموهمش بزاف، وخديت واحد شويه من العجينه تقريبا واحد ربع ديال الكميه وحربلتهم حتى هما، وغنروليهم في الزنجلان. فهنا ممكن ندهنوا هذيك الكعيكعات ديالنا بالبيض قبل ما نحربلوهم في الزنجلان، باش ملي يطيبوا لينا ما يطيحش منهم هذاك الزنجلان. فانا هنا حربلتهم بلا بيض البيض بلا والو، فبقى شاد فيهم غير شي كميه اللي بقات شاده. المهم انا قلت لكم هاد النصيحه باش تقدروا تخدموا بها. فكيف ما كتشوفوا كيجيو بهذا الشكل هذا، وحتى هما كنديروهم في لاطه اللي مدهونه ومرشوشه بالدقيق وكندخلوهم الفران. فمن بعد ما كيطيبوا كيجيو على هذا الشكل هذا مقرمشين ومحمرين وكيجيو زوينين وبنان. وكندوزو باش كناخذوا الفقيقسات التانيين ديالنا اللي كيكونوا جامدين كيف ما كتشوفوا راهم قاصحين مزيان. كناخذ واحد الموس اللي يكون ماضي وكنبدا كنقطع فيهم بهذه الطريقه هذه. راه كيجيونا في التقطاع ساهلين، ما يمحنونا ما والو باذن الله، دغا كيتقطعوا ملي كيكونوا جامدين. كنقطعهم وكنستفهم حتى هما في اللاطه، وكندخلهم الفران اللي تكون العافيه ديالو مهيله، لان هادو كيبغيو يطيبوا على خاطرهم باش ما يجيو لا محروقين لا والو، لحقاش في ساعه تيطيبوا. كنشعل عليهم من التحت حتى كيطيبوا ليا مزيان، كنحس بهم بداو كيتحمروا واحد شوي، وكنشعل عليهم من الفوق باش ياخذوا طياب اللون اللي بغينا حنايا. كنبقى مره كنضوء اللاطه من هكا لهكا حتى كيطيبوا لينا كاملين. وبالنسبه للقريشلات راه انا الفران عندي كيطيب من الوسط بزاف، فحاولت انني نحيد الوسط ونجيب الجناب الوسط حتى طيبتهم. فكيف ما كتشوفوا كنستفهم الفقيقسات ديالي في اللاطه بهذا الشكل وكندخلهم الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقسات ديالنا ما بين البلدي والعصري، كيجيو زوينين ورائعين وساهلين. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد باذن الله، وبالصحه والراحه وشهيه طيبه وعواشر مباركه باذن الله. وشكرا للمتابعه ديالكم.